جاهز لدور جديد؟ يعني انا ما كنتش عايز اقول يعني يعني كنت عايز الموضوع ده يبقى سيري شويه بس اقسم بالله بيها. لا والله لا بجهز والله الدور الجديد. بس هو انا اللي بجهز الدور ما جاش يعني ما حدش عرض عليه حاجه مش مهم بس انت تبقى جاهز. انت تبقى جاهز فاهم انت الفكره. اهلا يا حبيبي، اهلا يا غالي. يعني في التيك توك اللي احنا بنعمله ده مش تيك توك، اولا ده مش تيك توك. احنا عشان نشتيك لا نشتيك لاي حاجه يا عم. مش هو بيعملوا وده بودكاست من غير ده مش بودكاست، ده بودكاست. بودكاست. احنا جايين نعمل ايه بقى؟ احنا جايين نعمل بودكاست. يا حبيبي. وليه جايين نعمل بودكاست؟ لا كلمنا انا مش مستعنين يعني ولا ايه؟ كلمنا. لا مش مستعنين. طب كلمنا. انا بكلم الناس نقول لهم احنا هنبتدي نعمل ايه. الناس شايفه ايه؟ 2 اول مره يقعدوا يعملوا الحاجات. الناس شايفه 1. لا شايفين احنا 1 بودكاست. نعمل بودكاست علشان البودكاست دلوقتي اصبح من الحاجات المهمه جدا لاي فنان ان هو يعملها، ومهم في السوشيال ميديا علشان مش عارف عشان ايه بصراحه. مش عارف البودكاست مهم ليه اصلا بس هو مهم جدا. هو مهم يعني اهميته جايه من انه ناس مش عارفه هو اصلا ايه ايه الفرق بين البودكاست والبرودكاست اللي احنا فيه ده، غير حرف الري بتاعي ده. الاغ قول الري كده تاني. الري شاطر. بودكاست. احنا بنعمل بودكاست مش تيك توك. لا متاكد. والبودكاست لازم يبقى فيه. احنا هنتكلم في ايه؟ ما انا اقول لك اهو. البودكاست بقى لازم تعرف هتتكلم فيه. ماشي يعني اتكلم فيه. اتكلم في اللي يمس مشاعر الناس. انا شخصيا اتكلم في اللي يمس مشاعر الناس. اللي يلمس طموحاته. اوكي. اللي يطبطب على ألمه. انا مش فاكر عروستي. دي مشكله بقى يعني هو برنامج والمصحف يعني اخد اجري كبرنامج. ما بتاخدش فيه فلوس. ما هو ده اللي بقول لك عليه بقى. بس في انتاج وبتاع، وهو اللي حصل الموضوع كده بصراحه. انتاج الناس الناس عمالين يقولوا لنا تامر وعمرو انتوا حلوين مع بعض وعملوا حاجه وبتاع وكلام كده. فلقينا منتج معاه فلوس مش عارف مصلحه. احنا والله محضرين مش هنهرج يعني. احنا جايين نهرج بصراحه، بس مش هنهرج بس. ماشي. احنا جايين نتكلم في مواضيع جاده. زي مثلا هو انا شخصيا هعمل اللي يمس مشاعر الناس اللي هنتكلم عن علاقه الرجل والمراه مثلا. يعني بما اننا ناس معديين ال 25. ايوه صح. انت بتحسب من التخرج. يعني ناس من جيل صعب بصراحة وشاف حاجات صعبة جدا. فعندنا مشاكل مش شايفينها. بس مش انتاجية. ما عندناش مشاكل انتاجية. مش انتاجية. لا الله اكبر. لا الله اكبر. تمام. لكن الرجل والمرأة والعلاقة الوثيقة اللي بينهم دي حاجات بتحصل فيها، والخناقات اللي بتحصل نتكلم فيها. في خناقات بتحصل بين الرجل والمرأة. طبعا. مش عارف، انا مسافر بقالي فتره. لا ازاي لا بيحصل خناقات دلوقتي. بس هي ايه؟ طب احنا هنشعلل ولا هنهدي؟ ولا هنشعلل ولا هنهدي. لا طبعا. ما احنا ما ينفعش. ازاي؟ امال ازاي يا ابني؟ لا احنا انا ازاي بقى اعلامي ولا شعلل ولا هدي؟ عشان انت مش اعلامي بقى. خليك. احنا في بودكاست. احنا عايزين على اخر مثلا لو عملنا 30 40 حلقه انت ما تلاقيني على اخرها نعرف يعني ايه بودكاست. ماشي. ايوه في الاخر. يعني هنعمل ده كله عشان نعرف يعني ايه بودكاست. نعرف ايه بودكاست في الاخر. فاحنا المشاكل بين الرجل والمراه يعني مش هننكرها موجوده. بس هي كانت. طب احنا هنتكلم من وجهه نظرنا يعني ولا مفيش اي وجهه نظر اخرى؟ احنا في لا ما احنا تعالى نتكلم عن وجهه نظرنا. احنا مثلا كنا بنشوف الرجل والمراه بيتخانقوا زمان. كبيرها كانت بتوصل ايه يعني؟ طلاق. كانوا قليل قوي علشان يقول لك الطلاق عيب وبتاع كلام كده. عائلات كامله كانت تقول لك ما عندناش طلاق في العيله. لكن دلوقتي يعني بتبقى ضربه افضى الى موت احيانا. وبيبقى او قايمه افضت الى الموت. لا انت كده جاي من بدري بقى. القايمه دي بتبقى في الاول. في حياه كل واحد فينا بيبقى دايما في جوازه اولانيه كده
اللي هي بتاعت اللي هي يعني لله وللأطهر كده، انت بتعملها زي ما قال الكتاب، اللي هي حبيتها تيجي نتجوز يا حياتي وقعدت على ركبك والكلام ده كله، وفضلت على ركبك بقى لغايه اما طلقت. بالظبط. بروبوزل وبتاع، وبعد كده لا بابا دادي صعب خالص، لازم ده ما ينفعش نتقابل، لازم تطلبني من دادي. الكلام ده كان على ايامنا يا معلم، على ايامنا ايامنا يا معلم. فتروح وتمشي بالقوانين بقى زي ما هي، بتعمل حفله خطوبه وحفله جواز، يعني ده في فندق وده في فندق، واخد بالك؟ مش اللي هي وفي كاتب كتاب والحنه، في كاتب كتاب عنها والحنه هناك. ففي ترتيبات لازم بتحصل كده والكلام ده كله. فالجوازه الاولانيه دي انت بتاخدها كما قال الكتاب، وبتخلص منها برضو كما قال الكتاب. كنا عايزين كمان نتكلم عن يمس مشاعر الناس ويطبطب على اعلامهم. ايه بقى مش عارف بس المقدمه شكلها حلو. احنا بعد الحلقات الاولانيه اللي عايز يبعت لنا على صفحاتنا يبعت لنا. مش اللي عايز الناس تبعت لنا على صفحاتنا عافيه يعني. ايوه، اللي عايز عافيه يبعت لنا عافيه على صفحاتنا. فاللي هيتعامل معانا يتفاعل. انا لسه لغه الفيسبوك عندي مش مظبوطه قوي، معلش نفسي اتعلم لغات والله. لا مالكش في فرانكو خالص. لا دي عندي مشكله كبيره جدا. انا اقراه ما اكتبوش. تقراه ما تكتبوش. يعني خدت كورسات في قرايه بس. في القرايه يعني مثلا انت بتقدر. انا بهبد بجد بتهبد. انا بهبد. انت زيي صح؟ انا بهبد. انت زي انا اول ما بشوف الفرانكو ببتدي بيحصل لي شك. انا اقول لك اقراه ما اكتبوش، عينيا اتغرب كده شويه. لا انا اساسا من وانا صغير عندي مشكله مع الارقام. يعني انا لو قلت لي 1 زائد 1 دينا كام لازم اطلع الاله الحاسبه اصلا، والله العظيم بتكلم جد. فبالتالي انا عندي عقده من الارقام دي، دي حاجه معروفه علميا يعني. فتخيل بقى لما الاقي واحد باعت لي رساله بيتكلم علميا. اسمها ايه علميا؟ اسمها ايه علميا؟ هي معروف نمبروفوبيا. هي فوبيا. واخد بالك؟ ايه علميا؟ هو اي كلاكيع عندك هتعمل لها حاجه علميه؟ دي عندك انت بس يا عم. موجود والله، مشاكل عندك انت بس موجوده، صدقني. صادفتها في 3-4 تانيين اعرفهم. تمام. هم من العيله عندي. من العيله؟ طيب ما كده فهمنا الموضوع. بجد؟ لا انتوا زي الفل يعني الموضوع مش انتوا زي الفل. بس هو هتلاقي اسم لاتيني كده. المهم يعني، فتخيل انت بقى تلاقي الحروف قدامك مع ارقام في وسط الرساله. فانا والله الموضوع على فكره قعدت سنه، مش بهزر، اما طلع في اول الفيسبوك واول ما هم لقطوا موضوع الفرانكو قعدت سنه مش عارف اقرا الرسايل، ومتهيألي ان كل الناس الكيبورد عندها بايظ. طب الخاء 5 ولا 7؟ الخاء في ناس تكتبها 5، 7 الحاء. 7 حاء؟ طب كويس. ايوه طبعا. عمرك ما كتبت هي اتقالت لك؟ كنت فاكرها اخن. لا هي مش اخن. لا ايه ده مش اخن خالص. يا نهار اسود، انا طول الوقت ده بتشتم. ده انا 5 شهور تقريبا. انت فاكر الناس بتقول لك انت تامر زي انت كفو او انت اخو. فاهم انت؟ لا. انت اخويا يعني. كلمتنيش ليه؟ ما انا فاكرك زيي. ايوه اخو برضو. لا خالص، انا مش اخو. دي اول حاجه عرفتها عشان ما بقاش اخو. لازم نتكلم في مواضيع على قدنا احنا، عشان ايه؟ بالنسبه للمواضيع اللي احنا نتكلم عنها برضو تاني اللي هي ايه؟ خبطش في المايك بس. خلي في حرفيه. ما انا اعملها ازاي؟ عارف الحرفيه في السجن اللي انا مسجونه والله. انت شفت انا بقوم وبقعد ازاي؟ يعني وضعيات غريبه قوي في البتاع، مع انك خسيت هتعمل بجد انت. الحمد لله. يعني بتجهز لدور جديد؟ يعني انا ما كنتش عايز اقول يعني كنت عايز الموضوع ده يبقى سر شويه بس. لا والله لا بجهز والله لدور جديد. بس هو انا اللي بجهز، الدور ما جاش. يعني ما حدش عرض عليا حاجه. مش مهم، بس انت تبقى جاهز. انت تبقى جاهز. انت الفكره. فانا بجهز لدور جديد فعلا. يعني اللوك ده بتاع الدور الجديد اللي ما جاش. يعني هو انا متخيله كده يعني. وحاسس والله اعلم يعني، حاسس كده. احنا معانا منتج في البودكاست، احنا معانا منتج كله نظر. ما ده منتج بودكاست يعني. لا دي فلوس بينتجوا بس فلوس يعني. ممكن المصحف يجيبه هو المصحف. طب لو عجبه اللوك
طب ما شفت عشان كده انا بجهز. شفت بقى عشان طب هو كده قال لك انه بجهز. عجبه واحنا قاعدين معاه 4 ساعات، قال لك انه عجبه؟ انا كنت يعني بحاول اجهز يعني ده دور. كان بيشوفك يخرج من الاوضه. هو ده هو ده المنتج، انت مش عارف المنتج خالص. هو ده المهم. م? انت مش قلت لي ده صاحبك؟ لا يا حبيبي، هو قلت له مصحف هو صاحبي عشان معاه لابس شورت. فلوس. انت واخد على بتوع زمان، ها؟ البدله البيضاء ايوه ايوه لابس والسيجار بدله وبتاع وبتاع. وكلام كده. هنتكلم في ايه؟ ما انا بعمل بجهز لدور ممكن نتكلم عنه في البودكاست، لانه يعني دور يمكن ما اتعملش قبل كده، انه سوبر هيرو. ان انا اعمل دور سوبر هيرو. متخيل لو سوبر هيرو بلدي مصري عامل ازاي؟ بلدي بعدين خضرة كده وعنده كده الإغة دي. ايوه يا حبيبي، على فكره الحاجات دي من سمات الشعب المصري برضه. اللي هي ايه؟ ايه اللي هي سوبر هيرو. في عينين خضرا وفي لا صحيح. انت متخيل لو سوبر هيرو مصري هيبقى عامل ازاي؟ يعني لو عملنا، هو طبعا هو اتعمل، يعني احمد فهمي عمل عناب وبتاع الرجل عناب. دايما تلاقي السوبر هيرو بره اول 3/4 اول ربع في الفيلم مثلا هو شخصيه عاديه. لا مش شخصيه عاديه، بس هو جاله الباور فبقى خايف وقلقان ومكسوف وخايف الناس تعامله على انه غريب الاطوار. يا ابني ما هو ومش عارف ايه الهيرو ده عنده حياء. ومكسوف قوي وعايز يخبي علن الناس كلها ان هو سوبر هيرو بتاع. انت متخيل لو سوبر هيرو مصر واحد مننا كده جاله باور هيحصل ايه؟ ولا بص شفت انا بعمل ايه؟ شفت انا بعمل لا بس اقسم بالله لا هيتربى برضه، هيبقى قلقان. بقى قلقان من ايه يا ابني؟ ما تشوف سوبر هيرو هدومه تقطع دمه هنا تنفخه. انت بتتكلم صعبته القميص اللي لسه جايبينه والبنطلون يا منيل والحاجات اللي تحتانيه. احنا قلنا، طب قلنا بس الست المرأة ومشاكل المرأة. مشاكل المرأة انا بتكلم عن مشاكل المرأة. مشاكل الرجل لا الراجل مش مهم. ما هو اللي بيعمل مشاكل المرأة. هو بس ما بيجيبش يعني ما فانت متخيل. لا يا ابني هو اللي بيجيب كل حاجة. لا مش قصدي بيجيب انتوا في البيت كانت ماما اللي بتشتغل بابا لا بيجيب بقالة. مش قصدي ما بيجيبش مع الناس. مع الناس. يعني انت لو شفت بوست مثلا بيتكلم بيقول لك مشاكل مش عارف ايه بتاع وصورة واحد اوكي مش هتبص هتسكرول على طول. ترول اسمها ايه؟ ترول اسمها ايه اللي انت بتنزل لا يا باولو منتج يا باولو منتج يا باولو. مفيش ترول. طب اسمها ايه بجد؟ مش حاجه سكرول بتسكرول صح. لكن لو شفت صورة واحدة بعينك بتلزق على طول. بس لا عيب برضه، في حاجات بضاعة خاصة بالرجالة هتحط صورة رجالة يعني. بضاعة ايه اللي خاصة بالرجالة؟ مفيش أي حاجة خاصة بالرجالة. أنا تليفوني مع مراتي. ازاي؟ أنا حاجتي كلها مع مراتي. أيوه صح، وصورتها اللي عليه. أيوه بس فين الحاجة بتاعت الرجالة؟ انت تعبان يا تامر قوي، انت متضايق قوي. لا والله عليك فيها حزن خالص. والله عليك فيها حزن خالص لا خالص يا عم. احنا عاملين ده عشان نطبطب على الالام. خلي نطبطب ولا خلاص بقى انا بتعب المشوار ده. فنتكلم عن مشاكل المرأة، لأنه الناس كلها بتتكلم عن مشاكل المرأة. ماشي. مش هنيجي احنا مخالفين بقى وعاملين مشاكل للرجل. انا اتكلم عن مشاكل الرجل يعني. ايه مشاكل الرجل؟ المرأة. يبقى لفينا الموضوع ده واتكلمنا عن المرأة كده. عندنا مواضيع تكفينا مثلا سيزون، تكفينا الحلقة دي وخلاص. ونقفل الحلقة كده. مبسوط قوي ان انا شايف حضرتك كده. ميرسي قوي سعيد. يلا انتظرونا بقى ان شاء الله. هسقف. يلا 1 2 هوبا. يختي عليه. اتفضل. حتة البغاشة. التاكسي اللي جاي بالحمام عليه الخبيثة من قدام. التاكسي اللي جاي دول كده كلاك 6 حلقات. كده